أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من مصر إيجابي. تخيل نفسك كده في مكان بيرجع تاريخه لأكتر من 1400 سنة، مكان شهد على فتوحات وأحداث تاريخية غيرت مجرى التاريخ، مكان بيجمع بين العمارة الإسلامية والروحانية، ويعتبر واحد من أهم المعالم الدينية في مصر. عرفت المكان؟ خليني أقولك، المكان هو مسجد عمرو بن العاص، أول مسجد بني في مصر وأفريقيا. هتدخل المسجد وتشوف العمارة الإسلامية الأصيلة والمنارة العالية اللي بتعلن عن وجود المسجد في المنطقة، وهتشوف كمان المحراب والمنبر واللي بيعتبروا من أهم المعالم في المسجد. المسجد ده اتبنى على مساحة كبيرة جدا، وكان بيعتبر من أكبر المساجد في مصر في الوقت ده، وتم بناؤه في عهد عمرو بن العاص الفاتح الإسلامي لمصر في عام 21 هجريا وعام 641 ميلاديا. مش بس كده، المسجد ده له تاريخ طويل، تم تجديده وتوسيعه على مر العصور علشان يبقى زي ما احنا شايفين النهاردة. يعني المسجد ده مش بس مكان للصلاة، ده شاهد على التاريخ والعمارة الإسلامية. في كمان بعض التفاصيل اللي هتخليك تنبهر أكتر، زي النقوش والرسومات اللي على جدران المسجد اللي بترجع للعصور الوسطى، واللي هتخليك تحس بالروحانية والجمال. وبكده حلقتنا تكون خلصت النهاردة، واتمنى تكونوا استمتعتوا بيها، واستنونا في حلقات أكتر من مبادرة مصر إيجابي.